للرجال حور العين، ماذا للنساء؟ نعيم النساء في الجنة. أولا الجمال، إن الله سبحانه وتعالى يكافئ المرأة الصالحة الطائعة بأن تكون أكثر جمالا من الحور العين. ثانيا الشباب، لأن المرأة تحب أن تكون شابة، فالمرأة ستظل في سن العذرية ويظل الرجل في سن 33 سنة. ثالثا الحلي، إن النساء يحببن الحلي والمجوهرات، وفي الجنة يكون حجم اللؤلؤة الواحدة في تاجها خير من الدنيا وما عليها. رابعا الثياب، المرأة في الجنة لا تبلى ثيابها، وتتكون فساتينها من رقائق فوق بعضها 70 رقيق من ألوان مختلفة. من وراء هذه الرقائق يرى مخ ساقها، لها فساتين لا توصف، منها ما هو من ورق شجر الجنة ومنها من النور. خامسا الزواج، الزواج في الجنة سيكون له شكل آخر، سيكون معك زوجك إذا كان صالحا في الدنيا، فإن الله ينزع الغيرة والغل من قلوب المؤمنين في الجنة، فلا تشعر المرأة بالغيرة من الحور العين. ولقد ورد أن المرأة إذا رأت زوجها مع الحور العين تضحك، فيبدو منها نور يشع، فيقول زوجها: سبحان الله، ما أشد هذا النور، أهو ملك كريم؟ فيقال: لا، بل هو نور زوجتك التي ضحكت، فيصير حبه لها أشد من الحور العين. كل هذا النعيم، تفكري معي صباحك الأول في الجنة، في قصر متعدد الأدوار من الدر والجواهر، لك أنت وحدك، جالسة في غرفتك الشفافة التي يرى ظاهرها من باطنها، وتنظرين لنفسك وكأنك القمر ليلة البدر، لباسك من سندس واستبرق وحرير، وعليك أساور من ذهب، تنظرين لأشيائك، فإذا مشطك من ذهب وعطرك المسك، تطلين فتنظرين إلى النعيم وبناء الجنة العظيم، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بلاطها المسك، حصاؤها اللؤلؤ والياقوت، والتربة زعفران. تنظرين للخيام، وأي خيام تلك مجوفة من اللؤلؤ، لها 1000 باب من ذهب، يدخل عليك من كل باب بهدية من الله عز وجل. تنظرين إلى الكنوز، الأنهار، وقد تبدلت عليك السماوات والأرض، أنهار من لبن، أنهار من عسل، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء شديد الصفاء، أرضيات على مد البصر من اللؤلؤ، وكثبان من المسك، وأشجار أغصانها الذهب وأوراقها من الزمر. فكيف تضيع كل هذا من أجل معصية؟ فاللهم اجعلنا من أهل الجنة.